اجي زوج بغال تحلات، ياك ما غاديش نمشيو نتقداو الكران من مغنيه في العشيه. بركوا الارض، راه القضيه فيها غير الحمايه الانسانيه ورجوع لوليدات القليب لميمته. اسمع سيدي المعلم، هذا الاسبوع الحدود البريه بين المغرب والجزائر في المعبر اللي سميتو زوج بغال او كولونيل لطفي كيف كيقولوا ليه تحل بشكل استثنائي. الجزائر سلمات للمغرب 22 مغربيا، 20 راجل وجوج عيالات اللي كانوا محبوسين تما على قبل الحريق. هاد الناس جايين من كل قنت، وجدة، بركان، فاس، طنجة وحتى أيت ملول. الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وجدة هي اللي مقابلة هاد الشغل، وقالوا باقي أكثر من 500 مغربي تما كيتسناو نوبتهم يرجعوا لبلادهم. الحدود مسدودة من 1994، ولكن الحمد لله مني كيتفتح هذا الباب للمسائل الإنسانية. اي والله يجمع الشمل وخلاص. القفل صباب من 30 عام هذه، ولكن المغاربه كيبقاو خوت، والله يفك سراح كل واحد بعيد على مهمته وخوته. المهم الوليدات دخلوا يشربوا اتاي في دارهم، هذا هو الربح الكبير. قولوا لي في التعاليق، عمركم مشيتوا للحدود وشفتوا الباب مسدوده كيف دايره؟ ما تنسوش ديروا متابعه، وضروري تشوفوا الفيديو الاخر على قطار البراق الجديد 2029، المفاجاه الكبرى لاهل اكادير ومراكش.